السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا طريقة سهلة وبسيطة اللي هي طريقة العيش المصري او الرح، سموها زي ما تسموها. عجينة خفيفة وطرية وحلوة وسريعة جدا. هتجيب شوية دقيق كده، عليهم شوية ملح وشوية خميرة وشوية سكر، يعني معلقة خميرة ومعلقة سكر ومعلقة ملح وشوية دقيق، وهتعجنيهم بالمية. العجينة تكون طرية كده. لو انت مبتدئة لسه واول مرة تعملي الطريقة دي فمتخليش العجينة تلزق قوي منك، يعني خليها تكون متماسكة كده وحلوة. وزي ما انتوا شايفين العجينة طرية وحلوة جدا. فهي بتبتدي تقطع طبعا كده زي ما انتوا شايفين. هتقطع كل كمية العجين دي وتفردها على صينية، طبعا يكون فيها ردة، ويكون كل رغيف طبعا بعيد من التاني. عشان لما العجينة طبعا بتختمر تاني على الصينية، على طبعا انت ما بتكوني قطعت فردتي العيش، فبيكون العجين ده طبعا حجمه بيتضاعف تاني. فبنخلي كل واحدة بعيد من التاني كده، ونرش عليها شوية ردة من فوق، عشان طبعا العيش وشه ما ينشفش وكده. فكان بصراحة يا جماعة طعمه جميل جدا وحلو. زي ما انتوا شايفين اهو، قطع كل الكمية وحجمها بيتضاعف تاني طبعا عشان بتاخد وقت في الفرد. مش بتاخد وقت عشان صعبة هي، عشان الكمية بتكون كبيرة. على ما فرد ده ورجعت فردت واحد تاني، بيكون طبعا حجم القطعة تضاعف معاه. فهم طبعا هي هتبتدي تفرد كل الكمية دي، هتشوفوا دلوقتي ازاي. وبعد كده هتبتدوا يسووه طبعا على النار. ولو انت مش عايزة تسوي طبعا كل رغيف على النار، على ساجة على البوتاجاز عندك على النار، ممكن ترميه في الفرن، بس يعني ما تخليش يطول في الفرن عشان ما ينشفش. بتكون نار عالية وكده، فبترميه وتطلعيه بسرعة، وما بياخدش وقت خالص، يعني سريع جدا. ممكن قبل الاكل بساعة وكده تكوني فرداهم وعاملاها. زي ما انتوا شايفين طبعا طريقة المبتدئين. عرفت تبتدي تفرد من الشابة. حبيبة قلبي، ربنا يبارك لنا فيها يا رب ويخليها لنا. كان احلى عيش والله. زي ما انتوا شايفين العجينة طرية وحلوة جدا، وبتتفرد بكل سهولة معاها، عشان العجينة مش طرية قوي يعني، وبتلزق في الايد، فهي حلوة خالص. فلو انت طبعا بتعمل العيش ده على طول ومتعلمة طريقته، فهتكون العجينة بتاعتك طرية شوية عن كده. هم خلصوا طبعا كل الكمية زي ما انتوا شايفين. بتسيبها في مكان طبعا ما يكونش فيه مروحة او تكييف او اي حاجة شغال، عشان وش العيش ما ينشفش. ولو في انت حد بيساعدك يعني، هتقطعي وحد يكون بيسوي على النار يعني. لو انت لوحدك ممكن تخلصي كل الكمية زي ما انتوا شايفين كده، وتبتدي تسوي على النار. شايفين الجمال؟ طبعا هم حطوا ساية كده على النار كبيرة عشان كمية العيش. بتحطيه كده يا دوب يتشمع من تحت، ما تستنيش يستوي وتقلبيه على وشه. نفضل نقلب فيه مرة اتنين كده لحد الرغيف ما ينتفخ معاكي كده، وتكون على نار متوسطة يعني، مش واطية جدا. وهنا كانوا مهدين النار عشان الرغيف يستوي بسرعة يعني، ويستوي براحته وما يتحركش. وكل الكمية العيش ما شاء الله يعني طلع مستوي من جوا ومنتفخ زي ما انتوا شايفين، كلبوزة كده حلو. كان طعمه جميل جدا.
وأسرع عيش يعني، عيش المستعجلين زي ما بنقول. ينفع بقى سندوتشات، ينفع أي حاجة تحشيه. وينفع للفطار كمان، يعني أو كوباية لبن أو كوباية شاي كمان بيبقى طعمه جميل. زي ما انتوا عارفين طبعا دلوقتي الأفران والعيش والدنيا الأسعار بقت مولعة نار، فاحنا بنوفر يعني شوية، وحاجة نظيفة وانت عاملاها في البيت وعارفة نفسك عاملاها ازاي. شايفين جمال الحلاوة؟ أحلى عيش سريع ممكن تاكليه. وممكن ما تعمليش كل الكمية دي، يعني انت لو عايزة مثلا كوبايتين دقيق ممكن تعملي بيهم الكمية المحدودة اللي انت عايزاها. شايفين جمال العيش وحلاوته؟ وكانوا في ساعة كمان أو أقل من ساعة كانوا مخلصين. بحب طبعا أشكرهم حبايبي، أحلى بنوتات. ربنا يا رب يبارك لنا فيهم كده ويخليهم يا رب، تعلموا كل حاجة إن شاء الله. شايفين اللحظة اللي هي جميلة جدا دي، لحظة انتفاخ العيش؟ بتحسسك كده انك انت عملتي انجاز. جميل جدا. عملوا كمية حلوة والله، وكان عيش جميل جدا يعني وحلو. بحب اشكرهم طبعا على المجهود الرائع ده. شايفين العيش مفروض وجميل ازاي؟ كان احلى عيش. جربوا الطريقة السهلة السريعة دي، ومتنسوش يا جماعة اللايك ومع السلامة.